أهلا بيكو. النهاردة هنغوص أكتر في كتاب يمكن كتير سمعوا عنه، فن اللامبالاة لمارك مانسون. بس المرة دي مش مجرد قراية عادية، لأ، إحنا هنعتمد على ملخص مانسون نفسه عمله في فيديو شرح فيه الكتاب فصل بفصل. هدفنا نستخلص الأفكار الأساسية، الحاجات اللي ممكن تكون صادمة شوية أو عكس اللي متعودين نسمعه عن السعادة والقيم والمشاكل. فعلا الكتاب ده واخد سكة مختلفة خالص عن كتب التنمية الذاتية العادية. يعني بدل ما يقولك فكر بإيجابية طول الوقت وكده، هو بيركز على فكرة تانية خالص، إن الأهم تختار تهتم بإيه بجد، وإيه اللي محتاج تتعلم إزاي، يعني ما تديلوش أهمية قوي. بالظبط، حتى العنوان بتاعه كان لافت جدا، فن اللامبالاة، والناس يعني شدهم الأسلوب الصريح والمباشر بتاعه. بس زي ما هنشوف، الموضوع أعمق بكتير من فكرة كبر دماغك وخلاص. دي فلسفة كاملة للتعامل مع الحياة ومشاكلها. طيب، خلينا نبدأ بأول فصل لخصه مانسون، لا تحاول. مانسون هنا بيبدأ بحاجة يعني مش متوقعة قوي، قصة تشارلز بوكوفسكي. الكاتب ده حياته كانت صعبة جدا، إدمان، فشل، فقر، رفض لأعماله. مش ستيف جوبز خالص يعني. تماماً، مش النموذج اللي بنشوفه في كتب المساعدة الذاتية دايماً. ورغم كده نجح وبقى أيقونة. فمانسون بيستخدمه كمثال للنجاح اللي بيجي مع المشاكل مش لما تختفي. وهنا بقى بيقدم فكرة مهمة قوي واخدها من ألان واتس وسماها القانون المعكوس. القانون المعكوس ده بيلخبط مفاهيم كتير قوي. فكرته ببساطة إن كل ما تجري ورا حاجة إيجابية زي السعادة مثلاً، التجربة نفسها بتبقى سلبية. إزاي ده؟ يعني أجري ورا السعادة أبقى تعيس؟ بالظبط كده، لأن الرغبة دي بتفكرك دايماً باللي ناقصك، بتحسسك بالحرمان. والعكس بقى، لما بتقبل التجربة السلبية زي الخوف أو الحزن، القبول ده نفسه تجربة إيجابية، لأنك كده بتقبل الواقع، بتتعامل مع الحياة زي ما هي. يعني الموضوع مش إنك تتمنى الحاجة الحلوة تحصل؟ أصلاً لأن المحاولة دي بتأكد على الإحساس اللي أنت عايز تهرب منه. عايز تبقى غني قوي، هتحس بالفقر أكتر. عايز تبقى جذاب، هتشوف نفسك وحش. عايز السعادة، هتحس بالوحدة والخوف. كأن الرغبة الجامدة في الشيء بتعمل عكسه بالظبط. فهمت. يبقى الموضوع مش في الجري ورا الإيجابية وخلاص، يمكن في تغيير نظرتنا للسلبية نفسها. وده بيوصلنا بقى للثلاث نقط اللي سماها التفاصيل الدقيقة لعدم الاهتمام، اللامبالاة يعني. أول حاجة، اللامبالاة مش برود تام، مستحيل ما نهتمش بحاجة. لا، هي إنك تكون مرتاح إنك مختلف، مش ماشي زي ما الناس ماشية. السؤال هو، أنا بختار أهتم بإيه؟ دي نقطة مهمة قوي، مش إنك ما تهتمش خالص، لأ، إيه اللي يستاهل اهتمامك فعلاً. والنقطة التانية، عشان تقدر ما تديش أهمية للمشاكل الصغيرة زي زحمة الشارع أو رأي حد فيك، لازم يكون عندك حاجة أهم بتهتم بيها: قيمك، أهدافك، علاقاتك. لو مفيش، هتلاقي أدفع حاجة بتستفزك. منطقي جداً، الفراغ بيخلي الواحد يركز في التفاهات. والتالتة، ودي مهمة قوي، أنت سواء عارف أو مش عارف، طول الوقت بتختار إيه اللي بتديله اهتمامك، وقتك وطاقتك. والنقطة التالتة دي بالذات بتاعة الاختيار المستمر، هي اللي بتفتح الباب لفهم أعمق بقى للمسؤولية. ودي هنشوفها بتوضح أكتر في الفصول الجاية. فكرة إننا دايماً بنختار دي ليها تأثير كبير قوي. طيب، لو قبول السلبية هو الطريق للإيجابية، ده ممكن يوصلنا لفكرة تبان غريبة في الأول، وهي إن السعادة نفسها ممكن تكون مشكلة. وده موضوع الفصل الثاني، السعادة مشكلة. وهنا هو بيشير لبوذا ومفهوم الدكة. ممكن توضحي أكتر حتة الدكة دي؟ بص، دكة دي كلمة في البوذية، معناها مش بس المعاناة اللي هي الألم الجسدي يعني، لأ، هي أقرب لإحساس بعدم الرضا المستمر، أو إن الحياة فيها نقص دايماً، أو إن في حاجة مش مظبوطة. فمانسون بياخد الفكرة دي وبيحطها في سياق تطوري. بيقول إن عدم الرضا والقلق ده كان مفيد لينا زمان. مفيد؟ إزاي القلق يبقى مفيد؟ المفروض السعادة هي الأحسن عشان نعيش كويس. هو بيقول إن الكائن اللي مبسوط وراضي على طول ده ممكن ما يكونش عنده الدافع إنه يغير حاجة أو يحسن وضعه أو يواجه خطر. القلق البسيط، عدم الرضا اللي بيحفز ده، هو اللي خلى أجدادنا زمان يدوروا على أكل زيادة، يبنوا بيوت أحسن، يحموا نفسهم. فالمشاعر السلبية دي زي القلق والغضب والحزن مش أعداء لازم نقضي عليهم، دي زي إشارات. إشارات؟
يعني زي لمبة تحذير في العربية كده؟ بالظبط، إشارات من مخنا وجسمنا بتقول لنا خلي بالك، في مشكلة عايزة حل، في حاجة محتاجة تتغير. لما بنحاول نهرب منها أو نسقطها بنبقى زي اللي كسر البوصلة بتاعته. يعني كأنه بيقول الألم والمعاناة دي رزق طبيعي، وممكن يكون مفيد كمان من إننا نكون بني آدمين. تماماً. وهنا بقى بيتكلم عن فكرة اسمها عجلة المتعة الهدونية أو الهيدونيك تريدميل. المثال اللي قاله بتاع المركب ده بيوضحها قوي. قولي لي المثال ده تاني. واحد يحلم يشتري مركب ويفتكر إنه كده هيبقى أسعد واحد. أول ما يجيبه يلاقي إنه محتاج مكان يركنه، يقول لو لقيت مكان رخيص هرتاح، يلاقي مكان رخيص بس بعيد قوي، يقول يا ريت صحابي يجوا معايا عشان اتبسط، صحابه يجوا يبهدلوا المركب ويعملوا دوشة، يقول يا ريتهم كانوا محترمين شوية، وهكذا. تفضل تجري ورا مستوى جديد من السعادة، توصل له، تتعود عليه، تدور على اللي بعده. ياه، يعني ما بتوصلش أبداً؟ الموضوع ده محبط شوية. هو مش القصد الإحباط، هو بيقول إن المشكلة في إننا بنجري ورا السعادة كهدف نهائي ثابت. السعادة الحقيقية مش حالة بنوصلها وخلاص، هي أقرب لأثر جانبي. أثر جانبي لإيه؟ أثر جانبي لإنك تكون مشغول بحل مشاكل ليها معنى عندك. وكمان بيأكد إن مش كل سعادة كويسة، يعني مدمن المخدرات ممكن يكون مبسوط لحظتها، دي سعادة كويسة؟ طبعاً لأ. السعادة اللي ليها قيمة وبتدوم بتيجي من إنك تواجه المشاكل وتحلها، مش تهرب منها أو تحس إنك عاجز قدامها. وده بيوصلنا للخلاصة المهمة قوي في الفصل ده، ويمكن في الكتاب كله كمان، اللي هي اختار معاناتك. Choose your struggle. السؤال الصح مش إزاي أبقى مبسوط طول الوقت، لأ. السؤال الصح إيه نوع الألم اللي أنا مستعد أتحمله عشان أوصل لحاجة ليها قيمة بجد. بالظبط، كل حاجة ليها تمن، لازم تختار التمن اللي انت مستعد تدفعه. نقطة قوية جدا، بتغير طريقة التفكير تماما. بدل ما أدور على حياة سهلة، أدور على المشاكل اللي تستاهل أعيش عشانها. أيوة. طيب لو الواحد مش المفروض يجري ورا السعادة المطلقة والمفروض يختار معاناته، ده معناه إنه يعني مش كائن عظيم ومحور الكون زي ما كتير مننا بيحب يفتكر. وده بقى موضوع الفصل الثالث، أنت لست مميزا. وهنا بيحكي قصة واحد سماه جيمي. جيمي ده اللي هو شخصية مركبة من 2 يعرفهم فعلا، كان نصاب وكذاب بشكل مش طبيعي. بالظبط، وبيستخدم قصته عشان يشرح مفهوم الاستحقاق، الانتايتلمنت. تعريف الاستحقاق هنا مهم قوي. هو مش بيتكلم عن حقوقك العادية كإنسان، لأ، ده شعور كده عند ناس كتير إنهم يستاهلوا السعادة والنجاح والراحة من غير مجهود أو تضحية، كأن الدنيا مديونة لهم بحاجة. ومانسون نفسه بيعترف إنه مر بالمرحلة دي، حتى حكى بإيجاز عن حكاية إنه اتقبض عليه وهو صغير عشان يبين إنه مش بيتكلم من فوق يعني. وقسم الاستحقاق ده لنوعين، ممكن تفكريني بيهم؟ أيوة، قسمهم لشكلين ممكن يبانوا عكس بعض بس نتيجتهم واحدة. الأول سماه النرجسية العظيمة، اللي هو أنا جامد ومفيش زيي وكل اللي حواليا دول أي كلام، عشان كده أنا أستاهل معاملة خاصة. والتاني نرجسية الضحية، أنا ضحية وظروفي أصعب من الكل والناس كلها أحسن مني ومحظوظة، وعشان كده برضو أنا أستاهل معاملة خاصة وتعاطف زيادة. في الحالتين الشخص شايف نفسه مركز الكون وبيبرر لنفسه إنه يبقى أناني وعنده إحساس وهمي بأهميته أو بمعاناته اللي مفيش زيها. وهنا بقى مانسون بينتقد بشدة اللي سماه ثقافة الاستثنائية، السوشيال ميديا والإعلانات وكده. بالظبط، بيقول إن الثقافة دي عمالة تروج لفكرة إن كل واحد لازم يبقى حاجة خارقة ومميز جدا ويقدر يعمل أي حاجة، فده بيخلق جيل حاسس بالاستحقاق بشكل مبالغ فيه ومش صحي، بيخليهم فاكرين إنهم يستاهلوا حياة سهلة وممتعة لمجرد إنهم عايشين. وده بيخليهم مش عارفين يتعاملوا مع الفشل أو الرفض أو حتى الملل العادي بتاع كل يوم. أيوة، لأن ده عكس الصورة اللي رسموها لهم عن نفسهم، فبيتجنبوا أي حاجة صعبة ممكن تخليهم ينمو بجد. وراح مستخدم تشبيه عجبني جدا، البيج ماك العاطفي قصاد الخضروات. قال إن كل الكلام اللي هو أنت تقدر وأنت استثنائي ده زي البيج ماك، طعمه حلو قوي في الأول ومغر، بس في الآخر سعرات فاضية بتسيبك منفوخ عاطفيا ومش شبعان بجد. هايل التشبيه ده. طب وإيه هي الخضروات بقى؟ الخضروات هي الحقائق العادية اللي ساعات بتبقى مملة أو صعبة عن الحياة، زي إن معظم اللي بتعمله مش هيغير العالم،
وإن حياتك معظمها هتبقى روتينية وعادية، وإنك مش مميز قوي يعني عن باقي ال8 مليار اللي عايشين. قبول الحقائق دي ممكن يبقى طعمه وحش في الأول، زي اللي مش واخد على أكل الخضار، بس هو ده اللي بيبني صحة نفسية حقيقية وقوة تحمل. فكرة بتدعو للتواضع وقبول الواقع فعلا. طيب، لو الواحد مش مميز ولا حاجة والمفروض يقبل الواقع العادي ده يوصلنا لإيه؟ يمكن للنقطة اللي بعدها، اللي هي تقييم المعاناة نفسها، وده بقى الفصل الرابع، قيمة المعاناة. صحيح، هنا التركيز بقى بيروح ناحية القيم. الكتاب مش بيقول إن المعاناة حلوة كده وخلاص، لا، قيمتها بتيجي من السبب اللي بنعاني علشانه، القيمة اللي بنحاول نحققها من ورا المعاناة دي. وعلشان يوضحها بيحكي قصة هيرو أونودا. دي قصة غريبة قوي. قصة أونودا دي فعلا عجيبة جدا. الضابط الياباني اللي فضل يحارب في الحرب العالمية الثانية في جزيرة في الفلبين، فضل يحارب حوالي 30 سنة بعد ما الحرب خلصت، لأنه ما كانش مصدق إنها خلصت. تخيلي، كان فاكر المنشورات اللي بتترمي عليه دي دعاية كدابة من العدو. يا نهار أبيض! أونودا ده كان مثال للانضباط والولاء والشجاعة والإصرار، صفات تبان ممتازة صح؟ طبعا. بس مانسون بيقول إن كل الصفات دي ملهاش أي قيمة، وممكن تبقى مدمرة كمان لو بتخدم هدف غلط أو قيمة مش حقيقية. أونودا ضيع 30 سنة من حياته في وهم، وقتل ناس ملهاش ذنب كان فاكرهم أعداء. ده بيورينا إن المهم مش بس أنت بتعاني قد إيه، الأهم أنت بتعاني ليه. وبيجيب مثال تاني بتاع ديف موستين، عازف في الجيتار اللي ساب ميتاليكا وعمل فرقته التانية الناجحة جدا ميجاديث. مع إنه نجح نجاح كبير، بس فضل طول عمره يقارن نفسه بميتاليكا. وده خلاه تعيس. خلاه تعيس جدا معظم الوقت. ليه؟ لأن القيمة اللي اختارها، وهي إنه يتفوق على ميتاليكا، دي كانت قيمة وحشة. وحشة ليه؟ لأنها بره سيطرته ومرتبطة بناس تانية مش بنفسه. وده بيوصلنا للنقطة العملية بقى في الفصل. طب إزاي نفرق بين القيم الكويسة والقيم الوحشة؟ مانسون بيحط معايير واضحة. هو بيقدم 3 معيار لكل نوع عشان نقدر نميز. القيم الكويسة لازم تكون أولاً مبنية على الواقع، يعني حقيقية مش أوهام. ثانياً بناء اجتماعياً، يعني بتفيدك وبتفيد اللي حواليك. ثالثاً فورية وتقدر تتحكم فيها، يعني تقدر تعملها بنفسك دلوقتي، مش مستنية حاجة من بره. زي إيه؟ زي قيمة الصدق مثلاً. دي قيمة واقعية وغالباً مفيدة للمجتمع، وتقدر تختار تكون صادق في أي لحظة. تمام. طب والقيم السيئة؟ أكيد العكس. بالظبط. القيم السيئة بتبقى 1 مبنية على خرافات أو أوهام، زي مثلا فكرة التفوق العرقي أو إن السعادة بتيجي من أذية الناس. 2 مدمرة اجتماعياً، بتأذيك أو بتأذي غيرك. 3 مش فورية ومش تحت سيطرتك، زي إنك تسعى للشهرة وخلاص، أو إن كل الناس لازم تحبك، أو الغنى الفاحش. دي حاجات بتعتمد على حظ وظروف وآراء ناس تانية. تصنيف واضح ومفيد جدا بصراحة. طيب، فهمنا أهمية اختيار القيم الكويسة دي. إزاي بقى الواحد يطبق ده؟ يمكن ده اللي بيجاوب عليه الفصل الخامس لما بيتكلم عن فكرة أنت تختار دائما. الفصل ده بيبدأ بقصة الفيلسوف ويليام جيمس اللي كان مكتئب جدا وشاكك في كل حاجة، فقرر يعمل تجربة لمدة سنة هيعيش وكأنه مسؤول 100% عن كل حاجة بتحصل له. التجربة دي غيرت حياته. وبعدين مانسون بيعمل تجربة فكرية كده عشان يوضح فكرة الاختيار دي. تخيل موقفين. الأول، المافيا خطفت أهلك وقالوا لك لو ما جريتش ماراثون بكرة هنقتلهم، وانت عمرك ما جريت أصلا. دي هتبقى تجربة مرعبة صح؟ طبعاً كابوس. الموقف التاني، انت قعدت سنة كاملة تتمرن للماراثون ده، وجبت أحسن جزمة وعملت دايت ومعاك مدرب، وأهلك وصحابك جايين يشجعوك. لما تخلصوا هتبقى أسعد لحظة في حياتك يمكن. طبعاً إحساس بالإنجاز رهيب. طيب، الألم بتاع جري 42 كيلو هو في الحالتين. إيه اللي خلى واحدة جحيم والتانية قمة السعادة؟ يمكن الإحساس بالاختيار؟ بالظبط. مانسون بيقول إن الفرق كله هو إحساسك إنك اخترت تعمل ده. في الحالة التانية، لما بنحس إننا اخترنا الصعوبة بنقدر نتعامل معاها ونلاقي فيها معنى، لكن لما نحس إنها مفروضة علينا بنحس بالعجز والظلمة. وهنا بقى بيوصل للنقطة اللي ممكن تكون يعني أكتر حتة بتعمل جدل في الكتاب كله، وهي إننا في الحقيقة دايماً بنختار رد فعلنا واستجابتنا للمواقف
حتى لو بننكر ده أو مش واخدين بالنا. مفيش موقف مهما كان صعب أو خارج عن إرادتنا ما فيهوش مساحة للاختيار في طريقة تفسيره والتعامل معاه. بس استني هنا، إزاي أكون بختار لو حصلت لي مصيبة، مرض وحش مثلا أو حادثة؟ ده مش اختياري خالص. تمام، وهنا بقى مانسون بيفرق بين حاجتين مهمين قوي: المسؤولية responsibility والخطأ أو الذنب fault. بيقول إننا بنتلخبط بينهم كتير. لو واحد لا قدر الله جاله مرض خطير، ده غالباً مش غلطته، هو ما عملش حاجة يستاهل بيها ده. أكيد. لكن أول ما المرض ده بقى حقيقة في حياته، بقت مسؤوليته إنه يتعامل معاه، يقرر هيواجهه إزاي، موقفه منه هيبقى إيه. مثال تاني بيقوله: لو صحيت لقيت بيبي حد سابه قدام باب بيتك، دي مش غلطتك إن البيبي موجود. صح. لكن أول ما بقى موجود، بقت مسؤوليتك إنك تتصرف، تبلغ البوليس، تهتم بيه مؤقتاً. مش مسؤول عن اللي حصل، بس مسؤول عن رد فعلك. يعني المسؤولية هنا معناها إني أتحمل نتيجة الموقف وأتصرف بغض النظر عن مين السبب الأصلي؟ بالظبط كده. وبيطبق ده حتى على مشاعرنا العادية بتاعت كل يوم. لو قاعد تتفرج على ماتش بيسبول وميت من الملل، مين المسؤول عن الملل ده؟ الماتش نفسه؟ مانسون بيقول لأ، أنت. لأنك بتختار إنك ما تلاقيش حاجة ممتعة فيه، بتختار إنك ما تركزش، بتختار تدي قيمة للملل ده. كان ممكن تختار تشوفه بشكل تاني، تدور على حاجة مثيرة، أو حتى تختار تقوم تمشي. الفكرة إنك لما تتحمل المسؤولية عن مشاعرك وتجاربك حتى الصعبة، ده بيديك القوة إنك تغيرها أو تتعايش معاها. رفض المسؤولية بيخليك ضحية عاجزة. فكرة قوية جدا، وممكن تكون صعبة في تطبيقها، بس فعلا بتدي إحساس إن الواحد ماسك دفة حياته أكتر. طيب، لو إحنا مسؤولين عن اختياراتنا وقيمنا، ده معناه إننا لازم نكون متأكدين قوي إن اختياراتنا دي صح. هنا بقى بيجي الفصل السادس بعنوان برضو يعني هز شوية: أنت مخطئ بشأن كل شيء وكذلك أنا. الفصل ده بيبدأ بتجربة فكرية تانية. فكر كده، إيه الأفكار اللي الناس كانت متأكدة منها من 500 سنة؟ الأرض مسطحة، النجوم بتلف حواليها، الأمراض بتيجي من أرواح شريرة. دي كانت حقائق وقتها. أكيد، بديهيات بالنسبة لهم. طيب بلاش نروح بعيد قوي. فكر في أفكارك أنت ومعتقداتك من 10 سنين بس أو 20 سنة. حاجات كنت متأكد إنها تمام، غالباً دلوقتي شايف حاجات منها ساذجة أو غلط خالص، صح؟ صح جداً. حاجات كتير قوي الواحد بيتكسف منها دلوقتي. أهو ده اللي عايز يوصله مانسون. زي ما أفكار زمان بتبان لنا غريبة دلوقتي، أكيد كتير من أفكارنا الحالية اللي شايفينها صح 100% هتبان غريبة لينا بعدين أو للأجيال الجاية. وده مش حاجة وحشة، بالعكس، ده دليل إننا بنكبر وبنتعلم وبنتغير. وحتى بيحكي إن لما بيقرأ كتبه ومقالاته القديمة بيتكسف وبيفرح بكده، لأنه معناه إنه اتطور وبقى بيفكر وبيكتب أحسن. يعني فكرة إننا غلطانين دي ممكن تكون مريحة مش مخيفة؟ جداً، لأنها بتفتح الكلام عن خطر اليقين المطلق. لما الواحد بيبقى متأكد زيادة عن اللزوم، بيقفل على نفسه أي فرصة للتعلم أو التغيير. وهنا بيحكي قصة مرعبة شوية عن ست كانت بتطارده على النت سنين طويلة. الست دي كانت بتقول إيه؟ كانت بتبعت له رسائل خرافية عن إن الملايكة بتقول لها إنهم لازم يتجوزوا عشان يقضوا على الموت في العالم وحاجات كده. الغريب مش أفكارها، الغريب درجة اليقين والثقة العمياء اللي كانت بتتكلم بيها عن الأوهام دي. قصة تخض فعلا. طب هو استخدمها إزاي؟ استخدمها كمثال متطرف عشان يورينا إزاي اليقين الأعمى ده ممكن يودينا في داهية، يخلينا نتمسك بأفكار غلط أو مؤذية ونرفض أي دليل أو رأي تاني. والعكس بقى، عدم اليقين أو الشك الصحي ده ليه فوايد كتير قوي. أولاً، بيخلي عندك مساحة دايماً تتعلم وتحسن فهمك. ثانياً، بيحميك من التطرف والتعصب لأفكارك. ثالثاً، بيخليك تعرف تسمع للناس المختلفة وتتحاور معاهم، وده بيحسن علاقاتك جداً. وهنا بيقدم قاعدة سماها قانون مانسون للتجنب. إيه القانون ده؟ قانون مانسون للتجنب بيقول: كل ما حاجة تهدد هويتك، صورتك عن نفسك، كل ما هتتجنبها أكتر. يعني إحنا غالباً بنتمسك باليقين ونرفض الأفكار الجديدة، مش عشان هي غلط، لأ، عشان بتهدد إحساسنا بنفسنا وباللي إحنا عارفينه. بنخاف نكتشف إننا كنا غلط. طب والحل؟ إزاي نتغلب على الخوف ده؟ نصيحته بسيطة: حاول تعرف نفسك بشكل أوسع وأكتر مرونة. ما تخليش هويتك مربوطة بفكرة واحدة أو دور واحد: أنا الذكي، أنا الناجح، أنا الضحية.
كل ما كان تعريفك لنفسك أوسع ومش ثابت، كل ما هتقل حاجتك إنك تدافع باستماتة عن أفكار ممكن تكون غلط أصلاً، وهتقدر تتعلم من أخطائك أكتر. وبيختم الفصل ده ب3 أسئلة عملية جدا ممكن نسألها لنفسنا عشان نزود الشك الصحي ده. 1. ماذا لو كنت مخطئا؟ أسأل نفسي كده عن أي فكرة متأكد منها قوي. 2. ماذا سيعني ذلك لو كنت مخطئا؟ هل الدنيا هتتهدى لو طلعت غلطان؟ 3. هل كوني مخطئا سيخلق مشكلة أفضل أم أسوأ من مشكلتي الحالية لنفسي وللناس؟ يعني هل التمسك بالغلط بيعمل مشاكل أكتر من الاعتراف بيه؟ أسئلة بتخلي الواحد يفكر بجد. فعلا بتستح الدماغ. ولو الواحد بدأ يشك في يقينه ويقبل إنه ممكن يبقى غلطان، ده هيخليه مستعد أكثر إنه يجرب ويغلط ويتعلم من فشله. وده اللي بينقلنا للفصل السابع: الفشل هو الطريق إلى الأمام. مانسون نفسه بيقول إن الفصل ده يمكن أقرب شوية لكتب التنمية الذاتية العادية اللي بتتكلم عن أهمية الفشل. الفكرة معروفة: عشان تنجح لازم تفشل الأول، أو على الأقل تغلط وتقوم تاني. بيجيب أمثلة بيكاسو وعالم نفس بولندي كده. بس يمكن أهم حاجة في الفصل ده، والفكرة اللي علقت مع ناس كتير قوي، هي مبدأ سماه مبدأ افعل شيئاً do something principle. الفكرة دي بيقول إنه خدها من مدرس رياضة زمان في ثانوي. المدرس ده كان بيقول إيه؟ كان بيقول للطلبة: لو مش عارف تحل سؤال في الامتحان، امسك القلم واكتب السؤال تاني في ورقة الإجابة. مجرد إنك تكتبه ده هيساعد مخك يلاقي أول الخيط. دي حركة بسيطة بس فعلا بتنفع. أنا جربتها كتير. مجرد إنك تبدأ بأي حاجة صغيرة بتلاقي نفسك كملت. بالظبط. مونسون بيقول إنه بيطبق المبدأ ده في كل حاجة. لو مش عارف يكتب مقال، بيبدأ يكتب أي جملة، أي فقرة، حتى لو عارف إنها وحشة وهيمسحها. الفعل نفسه بيشغل دماغه وبيخليه يدخل في المود. عايز يذاكر ومكسل، يفتح أول صفحة بس. عايز يعمل رياضة ومش قادر، يلبس هدوم الرياضة ويتمشى 5 دقايق بس. غالباً ال5 دقايق دي بتجر الرجل الباقي. والمثال الأطرف بقى بتاع القلق الاجتماعي، إزاي أستخدم المبدأ ده معاه؟ بيقول لنفسه في المواقف اللي بيتردد فيها يروح يكلم حد، كل اللي عليك تعمله إنك تمشي ناحيته بس. فكان بيجبر نفسه يمشي في اتجاه الشخص، ولما يلاقي نفسه واقف قدامه وهما الاتنين ساكتين وموقف محرج جدا، كان بيضطر يقول أي حاجة عشان يكسر الصمت ده. ذكية قوي. وفجأة يلاقي نفسه فتح كلام وتعرف على حد جديد. الفكرة هنا بتقلب المنطق بتاع إن الدافع لازم يجي أول عشان نعمل حاجة. هو بيقول العكس: الفعل هو اللي بيخلق الدافع. ابدأ بالفعل مهما كان صغير، والدافع والحماس هيجوا كنتيجة للفعل ده. افعل شيئاً، مبدأ بسيط بس ممكن يغير كتير فعلاً. طيب، لو الفشل هو الطريق واختيار القيم هو الأساس وقبول المسؤولية هو المفتاح، إزاي كل ده بيأثر على علاقاتنا؟ ده بقى موضوع الفصل الثامن: أهمية قول لا. الفصل ده بيربط فكرة لأ دي بكل اللي فات بطريقة حلوة قوي. عشان تقدر تدي قيمة حقيقية لحاجة، زي ما قلنا في فصل القيم، لازم بالضرورة تقدر تقول لأ للحاجات التانية اللي بتشتتك أو بتتعارض معاها. اختيارك لقيمة معينة هو في حد ذاته رفض لكل البدائل التانية. يعني لأ مش كلمة وحشة وخلاص، دي أداة عشان نركز ونحدد أولوياتنا؟ بالظبط. وفي العلاقات بقى، بيقدم تعريف للعلاقة الصحية ممكن يبان غريب شوية. بيقول إن العلاقة الصحية هي بين 2 مرتاحين تماماً إنهم يقولوا لأ لبعض، ومرتاحين كمان إنهم يسمعوها من بعض. في جزء اسمه الرفض يخلي حياتك أحسن، بيوضح إنه عشان تلتزم بشغلك مثلاً لازم ترفض حاجات تانية ممكن تكون مغرية، زي السهر كل يوم أو إنك تبقى جيمر محترف. لو مش قادر تقول لأ للحاجات دي بوضوح، هتلاقي نفسك تايه ومش عارف تركز. عشان كده الناس اللي ما بتعرفش تقول لأ غالباً بيبقوا حاسين بالضياع. وده بينطبق كمان على الحدود في العلاقات الشخصية، يعني بين الصحاب أو المرتبطين. طبعاً. مانسون بيقول إن العلاقة اللي ما فيهاش مساحة للأ دي علاقة مبنية على الخوف أو الاعتمادية، مش ثقة واحترام. لو عايز علاقة صحية لازم تكون قادر تقول لشريكك بصراحة إيه اللي يريحك وإيه اللي يضايقك، إيه قيمك الأساسية، وتكون مستعد إنك تخيب أمله أو تزعله ساعات لو ده ضروري عشان تحافظ على حدودك. والأهم كمان إنك تسمع منه لأ وتقبلها. بالظبط. الثقة الحقيقية بتتبني لما الاتنين يتأكدوا إنهم ممكن يختلفوا ويرفضوا طلبات بعض، بس العلاقة أقوى من ده كله وهتستمر. لو علاقتك بحد معتمدة إنك تقول حاضر ونعم على طول،
عمرك ما هتعرف فعلا إذا كان الشخص ده هيفضل معاك وقت الخلاف الحقيقي ولا لأ. كلام مهم قوي عن الثقة والرفض، وبيختم الفصل بفكرة جميلة اسمها الحرية الخفية للالتزام. الفكرة دي بتقول إننا بنخاف من الالتزام بشخص، بشغل، بقضية، عشان بنحس إنه بيقيد حريتنا ويقفل علينا الخيارات. بس مانسون شايف إن الالتزام الواعي بحاجات قليلة ومهمة فعلاً بيخلق نوع تاني من الحرية أهم، حرية التركيز وصفاء الذهن. لما تحدد خياراتك وتقول لأ لكل المشتتات، عقلك بيرتاح من القلق بتاع يا ترى لو كنت عملت كذا، أو الخوف من إن حاجة تانية تفوتك. الفومو، بتقدر تركز طاقتك كلها على الحاجات القليلة اللي اخترتها، وده بيخليك تتعمق فيها أكتر وتحقق فيها أكتر. يعني الالتزام ممكن يحرر مش يسجن لو اخترنا صح. وصلنا للفصل الأخير التاسع، واللي مانسون بيقول إنه المفضل عنده، وعنوانه برضه مباشر وصادم: ثم تموت. الفصل ده بيبدأ بقصة شخصية صعبة قوي. مانسون بيحكي عن صديق عمره مات فجأة قدامه في حفلة وهو عنده 19 سنة. التجربة دي كانت صدمة عنيفة جدا وقتها، وغيرت نظرته للحياة تماما. اكتشف بعدين إن اللحظة دي برغم قسوتها كانت أهم نقطة تحول في حياته. الفكرة الأساسية هنا، ودي ليها جذور في الفلسفة زي الرواقية وفكرة مومنتو موري، تذكر الموت، هي إنك لما تواجه حقيقة إن حياتك ليها نهاية ووقتك محدود، ده أقوى حاجة بتخليك تحدد إيه المهم بجد وإيه اللي مالوش لازمة. لما بنفكر في الموت بجد، الأولويات بتتغير، الخناقات الصغيرة بتصغر قوي، والقيم الحقيقية بتبان. هو بيشير كمان للمفكر إرنست بيكر وكتابه إنكار الموت. اللي بيتكلم عن إزاي الخوف من الموت بيحركنا من غير ما نحس. بالظبط. ومانسون بيحكي عن عادة غريبة عنده، إنه بيحب يمشي لحد حافة الأماكن العالية جدا زي المنحدرات اللي بتطل على المحيط، وبيقول إنه مش بيعمل كده عشان عايز ينتحر. لا، هو بيعملها كنوع من المواجهة المتعمدة للخوف من الموت. بيقول إن الوقوف على الحافة ده بيخليه يسأل نفسه، طب لو دي كانت النهاية، لو وقعت دلوقتي هبقى ندمان على إيه؟ إيه الحاجات اللي عملتها وكان ليها معنى؟ الأسئلة دي اللي بتيجي من مواجهة فكرة الفناء بتديله رؤية أوضح للحياة اللي لسه عايشها. وهنا بيربط الوعي بالموت ده بكل الأفكار اللي فاتت في الكتاب: قبول السلبيات عشان الحياة قصيرة وصعبة أصلاً، تحمل المسؤولية عن اختياراتنا في الوقت المحدود ده، عدم اليقين لأننا فعلاً ما نعرفش النهاية إمتى وإزاي، قبول الفشل لأنه جزء من محاولة إنك تعيش حياة ليها معنى، القدرة على قول لأ للحاجات المش مهمة عشان نركز على المهم قبل ما الوقت يخلص، كأن الموت هو الخلفية اللي بتدي معنى لكل ده. فعلا كأن الكتاب كله دايرة وبترجع لنقطة دي، إن إدراكنا إن وقتنا محدود هو اللي بيخلينا نختار صح ونتحمل مسؤولية حياتنا. لو حبينا نلخص الرسالة الأساسية من ملخص مانسون ده، هنلاقيها أفكار قوية وغالباً عكس السائد. اتقبل الوحش بدل ما تهرب منه، اختار المعاناة اللي ليها معنى بدل الراحة وخلاص، شك في يقينك وتعلم من غلطك، اعرف إنك مش مميز قوي بس مسؤول، وقدر قيمة الحاجات بجد عشان عارف إن كل ده هيخلص. ولو حبينا نسيب الناس اللي بتسمعنا بفكرة أخيرة يفكروا فيها، فكرة جاية من كل ده بس متقالتش كده بالظبط. يا ترى إيه اللي ممكن يتغير في حياة الواحد لو قرر فعلاً يطبق فكرة واحدة بس من الأفكار دي بجد في الأيام الجاية؟ مثلاً لو قرر إنه هيتحمل المسؤولية الكاملة عن موقف صعب بيعدي بيه دلوقتي، ويبطل يلوم الظروف أو الناس، ويبدأ يسأل أنا أقدر أعمل إيه دلوقتي؟ أو لو قرر إنه هيبدأ يسأل نفسه بجد طب ماذا لو كنت غلطان؟ عن فكرة هو متمسك بيها بقاله سنين، ويحاول يشوف وجهات النظر التانية بفضول. مجرد الالتزام بفكرة واحدة زي دي ممكن يفتح أبواب تانية خالص في فهمنا لنفسنا وللدنيا. سؤال مهم فعلا ويستاهل كل واحد فينا يفكر فيه. بكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا في استكشاف أفكار مارك مانسون الأساسية من ملخصه لكتاب فن اللامبالاة. أفكار بتخلينا نعيد التفكير في حاجات كتير مسلمين بيها عن الحياة والسعادة والمعنى.